الشهيد فاضل عبد الكريم محمد نور محمدي. ولد الشهيد فاضل عبد الكريم محمد نور في عام 1961. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في بغداد. وفي عام 1981 اعتقل الشهيد من قبل النظام البعثي السابق بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد فاضل في معتقلات البعث لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. وفي عام 1983 تم إعدام الشهيد فاضل، ولكن ذوي الشهيد لم يعلموا بخبر استشهاده إلا ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين المغدورين في المقابر الجماعية.